كلها كانت كويسه. اتكلمنا قبل كده في التحكيم بيكون على الفالنه، بيكون طبعا الحكم من واجبه ومن اهم مسؤولياته ان هو ما بيحكمش لشخص لصالح شخص، بيكون التحكيم على الفالنه، شخص لابس فالنه كذا وفالنه كذا، انا شغال على الفالنه، على الرجلين، على التحركات، ده هدفنا ودي المسؤوليه اللي احنا اتحملناها. بيكون كمان اي خطا، طبعا احنا عارفين الماتشات الكبيره والمباريات الكبيره ما بيكونش في حكم واحد ده طبعا عامل كبير، بيكون في اكتر من حكم. ومش بس كده، في السنين اللي فاتت بالرغم ان في اكتر من حكم بدانا نخترع خاصيه الفار، يعني بالرغم من وجود حكام كتير في الملعب وارد العين البشريه ما بتشوفش الضربات السريعه، لذلك بنرجع للفار. الحمد لله في الدوره بتاعتنا ديت برغم ان هي دوره مصغره استخدمنا خاصيه الفار. نشكر قسم الاعلام التربوي مستر محمد مدحت مستر الحسن احمد ان هم كانوا بيساعدونا، لو في اي حاجه عين الحكم سريعه ما شافهاش كنا بنرجع للفار كان بياكد لنا الحاجه ديت. التوفيق طبعا من عند ربنا، واتمنى كل الطلاب وكل المعلمين يكونوا خارجين من البطوله وهم مبسوطين ومش عايزين ننسى الهدف منها ان المعلم الاخ الكبير بيلعب مع الطالب الاخ الصغير، هو ده هدفنا. لكن طبعا فاز خسر كل ده طبعا كماله وحاجات مش اساسيه. طبعا مبروك للي كسب واللي توفق، ومبروك لكل اللي شاركوا، الست فرق اللي شاركوا معانا. كرة راء ربح والداء تحدي، قاف قوة دال دعم ميم للمجد، الشين شباب في الملعب والباء بطولتنا، حاء حب للرياضة هكذا نكون كما يكون الأبطال، شجعان أولياء عند المصائب، وسوف نكون للنزاهة مثال، إتيان كندعش في الأنام، إنها لعبتنا وفيها حلمنا وكأسنا.